هي فكرة السحر نفسها يعني تبان حلوة قوي في الأول. أي حلم تحلمه يبقى حقيقة مادية قدامك. طبعا، مين ما يتمنش. حلمت بكنز تلاقي جنبك، حلمت لا قدر الله بمصيبة تلاقيها حصلت. دي فكرة ممكن تفتح أبواب خيال، بس زي ما هنشوف فتحت أبواب مشاكل أكتر بكتير. البداية مع سميرة، طالبة تالت ثانوي، يعني في عز الطحنة والمذاكرة والدروس. الله يكون في عونها وفي عون كل اللي زيها. فطبعا الفضول زي ما بتقول بيشدها ناحية بيت قديم ومهجور مكتوب عليه يافطة واضحة وصريحة: بيت مهجور. يعني مفيش أوضح من كده تحذير. بس هي مين يسمع الكلام؟ الفضول كان أقوى، راحت داخلة تستكشف. وأول ما دخلت كانت المفاجأة. بيظهر لها شخص المصدر بيوصف إنه وشه غريب ولابس عباية نص كم، عباية نص كم؟ لا دي تفصيلة مهمة. وبيقولها بمنتهى الهدوء والثقة: أنا ميت وعايش هنا، أنا حارس البيت. كده على طول من غير مقدمات؟ جاب من الآخر. بس اللي يضحك بجد بقى مش الفكرة نفسها، لا، التفاصيل. بيقولها إنه فاتح الباب ليه؟ عشان يهوي البيت شوية من الكتمة. يهوي البيت؟ عفريت بيهوي البيت؟ أيوة. ولما هي اتأخرت بره شوية نادى عليها تدخل بسرعة وتقفل الباب. عشان إيه؟ الشمس ممكن تقضي عليا. لا لا لا، مش ممكن. يعني هو دراكولا بس نسخة بلدي شوية، خايف من الشمس عشان الكتمة والتهوية. تحس كده بالظبط، شبح بهموم ست بيت أصيلة. كمل في دور العفريت المظلوم اللي محدش مقدره، وقال لها بسخرية واضحة: علشان انت شجاعة ليك عندي هدية. هدية؟ شجاعة ايه بس؟ ده هي واقفة بالعافية. ما هو كأن شجاعتها إنها وقفت تسمعه أصلا. الهدية بقى دي حكاية لوحدها، مش تعويذة غامضة ولا حاجة بتلمع، لا، دي ورقة شكلها رسمي قوي. ورقة؟ أيوة، ورقة مكتوب فيها: سحر الأحلام، المدة 45 دقيقة. هي فكرة السحر نفسها يعني تبان حلوة قوي في الأول. أي حلم تحلمه يبقى حقيقة مادية قدامك. طبعا، مين ما يتمنش. حلمت بكنز تلاقي جنبك، حلمت لا قدر الله بمصيبة تلاقيها حصلت. دي فكرة ممكن تفتح أبواب خيال، بس زي ما هنشوف فتحت أبواب مشاكل أكتر بكتير. الغريب هنا هو التعامل المادي قوي مع الأحلام، كأنها سلعة يعني ليها نتيجة فورية وملموسة. رد فعل سميرة بقى على الهدية العجيبة دي كان متوقع جدا من شخصية مصرية، يعني واقعية بزيادة أو يمكن متشائمة شوية. اللي هو إحنا دايما بنفكر في الأسوأ الأول. بصت للورقة كده وقالت للعفريت باستنكار وتريقة: يا سلام. والمصدر بيقول إنها أساسا شكت إن الموضوع كله مقلب أصلا. عندها حق تشك بصراحة. وقعدت تشتكي له بقى من أحلامها البائسة. قالت له: أنا كل أحلامي يا إما كلاب بتجري ورايا، يا إما بقع من الدور الأخير من أعلى عمارة في مصر. يا ساتر يا رب. وكلاب مش أي كلاب، دي كلاب كأنها من فيلم نهاية العالم أو ديابة. فهي من وجهة نظرها السحر ده لو اشتغل معاها هيجيب أجلها مش هيغنيها. طبعا سميرة كونها في تالتة ثانوي وكده دماغها شغالة ما بتفصلش. بعد ما روحت وقعدت تفكر لقت حل، خطة بديلة. إيه هي بقى؟ قالت: أنا أحلامي كوابيس خلاص، بس أنا عارفة واحدة صاحبتي فريدة، دي أحلامها كلها فلوس وذهب وعربيات وخليجيين، شهرة، يعني أحلام وردية خالص. في ناس كده فعلا. فالخطة إن فريدة هي اللي تستخدم الورقة دي. بس طبعا قبل ما تعمل أي حاجة لازم تتأكد من التفاصيل والشروط كويس. فقررت ترجع تاني للحارس العفريت بتاعنا ده. الشجاعة برضو إنها ترجع له تاني دي. رجوعها المرة دي بقى كشف لنا جوانب أغرب وأكتر كوميدية عن حياته اليومية، لو ممكن نسميها حياة يعني. فعلا المشهد التاني ده بيرسخ صورة العفريت اللي هو الموظف الغلبان ده أكتر وأكتر. سميرة رجعت لقيته قاعد بيعمل شاي. بيعمل شاي إزاي؟ على وابور جاز أو أنبوبة، ومش نار سحرية ولا نفخ من بقه ولا الكلام ده. يا دي النيلة. ولما دخلت وسابت الباب مفتوح راح مزعق لها تاني بسبب الشمس، كأن الشمس دي عقدته الأزلية. والأكتر من كده إنه طلع مستعجل ومتنرفز عشان وراه مشاغل تانية أهم بكتير من حراسة البيت المسكون. مشاغل زي إيه يعني؟ عفريت وراه إيه؟ قلقان يا سيدي من فاتورة الكهرباء، ولازم يدفع اشتراك الزبالة. اشتراك الزبالة؟ أيوة، وكمان اسمع دي، محتاج يروح التأمين الصحي يصرف العلاج. لا بجد؟ عفريت بيروح التأمين الصحي؟ سميرة بفضولها اللي مبينتوش ده سألته: هو أنت إزاي بتعمل شاي على الأنبوبة؟ مش المفروض يعني لو أنت عفريت وكده تنفخ نار من بقك تولع بيها وتعمل الشاي؟ سؤال منطقي برضو. رد العفريت كان قمة في اليأس والقناعة بالوضع الراهن. معلش، نصيبي كده. ولما سميرة زودتها شوية وقالت له: محسسني إنك مصاص دماغ، هو بقى جاب آخره، انفجر فيها وقال لها: مصاص دماغ؟
ده انت اللي مصيتي دماغي بغبائك. العفريت بيشتكي إن الناس بتصدعه بأسئلتها. ده كاريكاتير ماشي على رجلين فعلا. ومن وسط بقى الزهق والشكوى دي كلها وضح لها شروط استخدام السحر ده. أيوة، إيه هي الشروط؟ قال لها عشان السحر يشتغل صح والتأثير يكتمل لازم الشخص اللي معاه الورقة يحلم 3 أحلام ورا بعض في 3 ليالي متتالية. بعد الليلة الثالثة خلاص مفعول السحر بينتهي. تمام، منطقي شوية. والأهم إنه نبهها إن أي خطر أو أذى بيحصل في الحلم بينتقل بالكامل للشخص اللي بيحلم. يعني المسؤولية والمخاطرة كلها هتبقى على فريدة لو وافقت. يعني مفيش هزار. وقبل ما تمشي بقى سميرة وتروح تنفذ الخطة كان عندها طلب أخير. طلب يعني ممكن يكون أغرب حاجة سمعوا العفريت ده في حياته أو مماته. طلب إيه تاني؟ دي مش بتخلص. بمنتهى الجدية والاهتمام قالت له: طب بص بقى يا عم الحارس، سؤال أخير معلش، ممكن نتصور مع بعض سيلفي تيك توك؟ إيه؟ تيك توك؟ مع عفريت؟ قال لها إيه؟ قال لها: ما ينفعش، أنا أصلا ما بظهرش في الكاميرا ولا حتى في المراية. أوه، رجع تاني عفريت بجد أهو. الجملة دي بعد كل الهزار والكوميديا اللي فاتت دي رجعتنا فجأة لأجواء الرعب التقليدية ولو للحظة بسيطة. أول ما خرجت من عنده جريت على مين؟ على صاحبتها فريدة. المصدر بيوصف فريدة دي إنها طماعة وجريئة. الصفات المطلوبة بالظبط للمهمة دي. حكيت لها الموضوع كله من طقطق لسلام عليكم. فريدة اللي أحلامها كلها فلوس وكنوز جاهزة وافقت على طول من غير تفكير، واتفقوا إن سميرة هتنام جنبها ال3 ليالي دول عشان زي ما اتفقوا لو طلع دهب ولا فلوس يقسموها سوا. طبعاً لازم التقسيم. وبدأت الليلة الأولى والتوقعات كانت عالية جدا. أكيد. التحضير لليالي دي كان شكله كله حماس وتخطيط. فريدة ماسكة الورقة وسميرة قاعدة توصيها: ركزي في الذهب، ركزي في الفلوس، ما تفكريش في أي حاجة تانية. الليلة الأولى بدأت بداية قوية جدا ومبشرة. ظهر في الأوضة راجل خليجي شايل شنطتين فلوس، وفجأة بقدرة قادر الشنطتين بقوا 4 شنط مليانين. يا سلام، بداية موفقة اهي. لحد هنا تمام وزي الفل. لكن فجأة الحلم خد سكة تانية خالص، سكة الأكل. ظهرت وليمة أكل ضخمة جدا، كيلو كباب وكفتة، 20 كريب بأنواعهم المختلفة. 20 كريب؟ أيوة، وحتى دول المغص ظهر معاهم عشان يلحقوا يهضموا كل ده. لا، دي تفصيلة واقعية زيادة عن اللزوم. وبعدين فراخ مشوية وحواوشي و4 شنط دولارات كمان ظهروا. وفي وسط الهيصة دي كلها مين ظهر؟ الفنان تامر حسني. تامر حسني؟ مرة واحدة كده. لدرجة إن سميرة اللي كانت صاحية وشايفة كل ده بيحصل قدامها قالت في سرها: هي فريدة بتحلم ولا قاعدة في فرح؟ والأغرب إن الضيوف اللي ظهروا فجأة دول بعد ما تامر حسني خلص الأغنية بتاعته قاموا مشوا بمنتهى الأدب والذوق. ضيوف مؤدبين قوي بصراحة. وفي نفس الليلة دي سميرة لما غفلت حلمت هي كمان، بس حلمت بكابوسها المعتاد، كلاب مفترسة بتعض فيها وجسمها بيورم، وده طمنها إن السحر مركز مع فريدة بس هي في الأمان. الليلة التانية بقى خدت مسار أغرب وأغرب. بدأت بنفس الشخصية، الراجل الخليجي ظهر تاني ومعاه فلوس. كويس، في ثبات اهو. لكن بعده على طول ظهر كلب روتوايلر ضخم جدا. سميرة بتقول إنه شبه الكلاب اللي بتطاردها هي في أحلامها. يا ساتر، الكوابيس بدأت تتسرب. والكلب ده الغريب إنه كان مركز قوي مع سميرة، كأنه بيشبه عليها وبيفتكر إنه عضها قبل كده في حلم تاني. لا، دي تفصيلة مرعبة ومضحكة في نفس الوقت، كأن الأحلام ليها ذاكرة مشتركة. وبعد الرعب ده ظهر مشهد مصري أصيل جدا، بتاع بطاطا بعربيته وبعده بتاع الذرة مشوي بعربيته برضه، وفي الآخر خالص قطة ظهرت فجأة. بتاع بطاطا وذرة مشوي وقطة، إيه اللي جاب دول في حلم كنوز؟ وصلنا بقى لليلة الثالثة والأخيرة، ودي كانت ذروة الدراما الكوميدية كلها. بدأت بكنوز فرعونية حقيقية، تماثيل ذهب صافي، أطباق ذهب مرصعة بالجواهر، قطع أثرية ذهب مالية الأوضة. أخيراً الحلم المنتظر أهو. الحلم اللي كانوا مستنيينه فعلا. لكن طبعا زي ما انت عارفة الفرحة ما بتكملش. فجأة ومن وسط الكنوز دي كلها ظهر كاهن فرعوني بلبسه التقليدي الكامل. كاهن فرعوني؟ طب ما ده منطقي مع الكنوز الفرعونية. لما فريدة صحيت وسميرة سألتها إيه اللي جاب الكاهن ده هنا وإيه الكشكول والقلم دول، فريدة بررت الموقف بمنطق أغرب من الخيال نفسه. قالت إيه المرة دي؟ قالت: أصل حلمت إني كنت بسرق المقبرة بتاعته وهو شافني، فخفت يأذيني فرحت جايباه معايا هنا
علشان أراقبه وما يعمليش حاجة. لا بجد؟ جابت الكاهن من الحلم عشان تراقبه؟ دي عبقرية دي ولا إيه؟ وقبل ما سميرة تستوعب العبقرية دي كلها، الكاهن بص حواليه كده وقال تعويذة بلغة محدش فاهمها طبعا، وفجأة اختفى هو وكل الكنوز الفرعونية اللي ظهرت في الليلة دي. في وسط صدمة اختفاء الكنوز الفرعونية دي بيظهر مين؟ حارس البيت، العفريت بتاعنا، رجع تاني في الوقت ده بالذات؟ بمنتهى الهدوء والبرود، وماسك في ايده كوباية الشاي بتاعته كأنه داخل يتفرج على الماتش مثلا. وفي لحظات كل الفلوس اللي كانوا جمعوها من أول ليلتين بدأت تتسحب لوحدها من الشنط وتطير في الهواء، يا نهار أسود، الفلوس بتروح؟ وتدخل جوه شنطة كبيرة كان الحارس فتحها ومستنياها كده بمنتهى الثقة. وهنا بقى بيجي الاعتراف الصادم اللي بيفسر كل حاجة. الحارس بيقولهم بمنتهى الصراحة والوضوح إنه هو اللي استخدمهم. استخدمهم ازاي؟ هو كعفريت أو حارس للبيت عنده قدرات خارقة وكل حاجة، بس القدرات دي مش بتشمل إنه يعرف يحلم ويجيب فلوس بالأحلام. وهو كان مزنوق في قرض كبير عليه. قرض؟ عفريت واخد قرض؟ أيوة، قرض كبير عليه، شكله للتأمين الصحي أو للبنك، مش واضح قوي. وبيعمل الحركة دي كل فترة لما المصاريف بتزيد عليه، بيستغل طمع الناس وأحلامهم عشان يسدد ديونه هو. بعد ما الحارس خلص كلامه ولم الفلوس كلها في شنطته، المصدر بيقول إنه عمل إيه؟ نفخ في كوباية الشاي بتاعته نفخة أخيرة واختفى. كأنه خلص شفت الشغل بتاعه وراجع البيت خلاص. بالظبط كده. سميرة وفريدة اتسابوا في الأوضة لوحدهم، مش فاضل معاهم من كل الهيصة والأحلام والكنوز والفلوس دي كلها غير كشكول ورق البردي والقلم الجاف بتوع الكاهن الفرعوني. على الأقل ساب لهم حاجة يذاكروا فيها. هو ده اللي المصدر بيقوله في الآخر، بيختم بوصفهم وهم باصين من الشباك على الشارع بحسرة وزعل، والكشكول والقلم في إيديهم، يمكن يذاكروا فيهم للامتحانات اللي على الأبواب، كأن دي أقصى استفادة ممكنة من المغامرة الخارقة دي كلها. المفاجأة النهائية دي هي اللي بتدي للقصة كلها بعد ساخر مختلف تماماً. الدافع الحقيقي ورا كل الأحداث اللي كانت تبدو خارقة ومثيرة ومضحكة دي طلع دافع دنيوي ومادي ومصري بحط، عفريت عليه أقساط. يعني قلب كل توقعاتنا عن الخوارق والعفاريت. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات ايه رأيك في حلقة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل الجديد.